السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. هنعمل مع بعض مخلل الجزر والفلفل بطريقة بسيطة جدا وسهلة وبمقادير مظبوطة وتكليف خلال أسبوع. الحقي بقى خليلي الجزر كده وهو رخيص، وخليل رمضان جميل جدا على الفطار، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. وقبل ما نبدأ الطريقة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. مبدئيا أول حاجة هغلي حلة مية على قد تخليل 3 كيلو جزر، وهسيب المية تبرد خالص. جبت بقى الجزر وجبت ورق لوري و4 فصوص توم ومعلقة كبيرة سكر و3 كيلو جزر غسلتهم. ده كيلو قشرته وحكيته كده، والجزر يكون طازة بالشكل ده. وجبت ربع فلفل وجبت القطاعة الجميلة دي، قطعت بقى الجزر بالطريقة دي. الجزراية الكبيرة أنا بقطعها نصين، الصغيرة بسيبها زي ما هي. القطاعة دي جميلة جدا ورخيصة مش غالية، بتتباع عند مستلزمات الأدوات المطبخ. وبقطع الجزر كده بالورب أو بالحلقات اللي انت حباه، التقطيع اللي انت حباه اقطعي بيه. قطعت بقى 3 كيلو حلقات وبالورب، التقطيع اللي انت حباه اقطعي بيه. شايفين بقى الجزر كده انا غسلاه ومنضفاه، انضف كتير من الجاهز واحسن. وبدات اقطع كده بالشكل ده. كده بقى خلصت 3 كيلو بنفس التقطيع ده كده. هحطه بقى في البوله كده، 3 كيلو انا قطعتهم الاشكال دي كده. هركنه بقى على جنب. جبت بقى ربع فلفل، منهم 3 قرون فلفل احمر، انا بحب املحه. بقطع بقى القمع بتاع الفلفل بالشكل ده بعد ما غسلته، وامسك الفلفل كده اقطعه على 2. وممكن نقطع الفلفل لقطع صغيرة بالورب برضو كده، بس أنا بحب الحجم ده كده للفلفل عشان أعرف أطلعه. تعرفي تاكليه كده. كده انتهيت من تقطيع الفلفل. هجيب ال4 فصوص توم بقطعه كده حلقات رفيعة، عشان ما بحبش أحط التوم كده صحيح، أنا بحب أقطعه كده الحلقات صغيرة. وأجيب بقى الجزر وأحطه كده في البولة. شايفين بقى الجزر كله مقاس واحد كده، والحجم بتاعه كده جميل في التخليل وطازة ولونه حلو فاتح. بجيب بقى الفلفل بحطه مع الجزر كده، والورق اللوري والثوم اللي انا مقطعاه، وبقلبهم كده مع بعض. واجيب بقى بولة احط فيها 3 معالق ملح على 3 كيلو. المقادير كده مظبوطة بالظبط. دي المية اللي انا كنت غليها وسبتها لما تبرد خالص. المية دي 2 لتر. واحط معلقة كبيرة سكر، السكر ده جميل جدا بيدي قرمشة للجزر. ربع كوباية خل، ما تكتريش الخل عشان ما يريش الجزر. ومعلقة كبيرة شطة، وبقلب المكونات كده مع بعض. بجيب بقى البرطمانات دي انا غسلاها، دي بقى اخلل فيها كل مخللاتي. البرطمانين دولت على قد 3 كيلو جزر بالظبط، وبغسلها كده وبعقمها. وبجيب بقى الجزر والفلفل كده بعد ما قلبتهم كله مع بعض 3 كيلو، واحط الفلفل معاه، الفلفل الاحمر والاخضر والثوم والورق اللوري، واملى البرطمانات كده بالشكل ده. كده بقى مليت اول برطمان. حامله البرطمان التاني، ال3 كيلو على قد البرطمانين دولت بالظبط. وبملى برضو البرطمان كده، بحط طبعا الفلفل الاحمر معاه والاخضر. الجزر ده حلو جدا في رمضان، بحب افطر بيه في رمضان كده مع الاكل. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. كده انتهيت بقى من ملي البرطمانات بالجزر. شايفين بقى ال3 كيلو خدوا البرطمانين بالظبط كده. هجيب بقى الميه واقلبها تقلبتين كده، واملاها بقى، املى الدورق كده. احط بقى في الجزر بقى، املى بقى البرطمان على اخره كده، الميه بالشطه بالخل بالسكر والملح. والميه جت بالظبط على قد البرطمانين. شايفين بقى الجمال. بجيب بقى كيسه وغطش البرطمان بقى كده واقفله كويس، ويقعد اسبوع كده. وبعد اسبوع بقى حبايبي بفتحه بقى كده. شايفين بقى الفلفل استوى ازاي والجزر. هفتحه بقى كده. شايفين بقى الجمال. ما عملش ريم ابيض ولا حاجه، استوى ولونه حلو. اطلع بقى بالشوكه او بمعلقه. تمليح الجزر بقى ده طعمه في منتهى الجمال، انا بحبه جدا. بحب املحه في رمضان. في موسم الجزر ده بقى انا بحب املح بتاع 5 كيلو 3 كيلو، وكل ما يخلص املح تاني. ايه رايكم بقى في الجزر والفلفل الجميل ده؟ اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. انا متاكده ان هو يعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان تستفادوا منه. ولو أول مرة تشوفوا قناتي مطبخ سومة وأسهل الأكلات، أتمنى الاشتراك في القناة
وتفعيل الجرس لو يوصلكوا كل جديد. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ومش عامل ريم ابيض ولا حاجة، ده هو مستوي مظبوط كده، والسوا بتاعه مظبوط وطعمه جميل جدا. وده بقى الشكل النهائي للجزر والفلفل، وبألف هنا عليكم يا حبايبي.